العربجي، حبكة درامية وأحداث قاسية نراها في هذا المسلسل. قصة المسلسل تبدأ برجل متعطش للمال وزعامة المنطقة وزعامة آل النشواتي. سلوم حداد يمثل شخصية أبو حمزة، تلك الشخصية الدنيئة التي تستغل كل من حولها للوصول لمآربها. في بداية الحلقة الأولى يموت أخو أبو حمزة، فيرسل أبو حمزة رجلان لسرقة الخان، وذلك ليضع زوجة أخيه تحت سيطرته. عند تغسيل أخيه الميت يقوم أبو حمزة بالاتفاق مع المغسل لتبصيم أخيه الميت على حجة بيع أرض كبيرة. عند وصول الرجلان اللذان أرسلهما أبو حمزة إلى الخان يكون باسم ياخور الذي يجسد شخصية عبد العربجي في الخان، فيقتل أحدهما ويصيب الآخر الذي يقتله أبو حمزة ليخفي آثار الجريمة. يصل عبد العربجي إلى أبو حمزة ليخبره أنه قتل كلابه، فيرسل أبو حمزة من يخطف زوجة عبد العربجي التي ينغرز سيخ حديد في ظهرها فتموت على الفور. ولكن يسحب القتلة خاتم زوجة العربجي ويحتفظون به. يتهم أبو حمزة زوجة العربجي بارتكابها العيب وهروبها، ولأن العربجي من قبضايات المنطقة فيظل أبو حمزة يفكر كيف سيكسر شوكته، ولا يجد حلا إلا بمفاوضة عبود على عرضه، فيرسل أحد رجاله ومعه خاتم زوجة عبد العربجي ليقول لابنته أن أمها عنده وتريد رؤيتها، وهذا الخاتم دليل على وجود أمها لديه. فيذهب بها إلى منطقة خالية، وهنا يكون أبو حمزة قد وضع بعضا من الرجال شهودا أن ابنة عبد العربجي تواعد الشاب، وبمؤامرة مع داية الحارة تقول أن الفتاة قد ارتكبت الفاحشة مع ذلك الشاب، وكل ذلك هو محض أكاذيب، ولكن ليستطيع أبو حمزة مفاوضة عبد العربجي على مواقفه وأن يضع حدا له. يطلب أبو حمزة من العربجي أن يقبل حذاءه ليستر على ابنته. وهنا وفي مشهد درامي قاسي يركع عبود العربجي ويقبل حذاء أبو حمزة، وذلك ليستر على ابنته. يدخل عبود العربجي ليذبح ابنته، وعندها تحلف له ابنته أنها أطهر من ماء المطر، ويؤثر ذلك بعبد العربجي ويرضى بسترها من شومان. ولكن يشترط أبو حمزة على ستر ابنة العربجي أن يكون عبد العربجي من رجاله وألا يعترض على قراراته. يخرج عبد العربجي من الحارة ليصل للدراويش، وهنا تنتهي أهم أحداث مسلسل عبد العربجي لغاية الحلقة الخامسة. تابعونا في ملخصات جديدة.